الحكاية ابتدت وأنا راجع من الشغل بالليل. أنا ساكن في منطقة شعبية، واخد إن الكلاب والقطط تبقى في كل حتة، وأنا ولا بخاف من القطط ولا حتى الكلاب. من كتر عيشتهم معانا بحس إنهم مستأنسين وسطينا. لكن اليوم ده كان مختلف شوية. نور القمر كان قليل، ونباح الكلاب كان زايد عن حده وعامل دوشة، رغم إن ما كانش فيه منهم كتير حواليا ساعتها. وردية الشغل اتأخرت واتأخر رجوعي للبيت يومها، وكالعادة بحط سماعة الموبايل في وداني وأحاول أسلي وقتي. وأنا ماشي لمحت بعيني طيف. وقفت مكاني ما اتحركتش، بصيت حواليا يمكن حد صاحي أو باصص من أي بلكونة، لكن ما كانش فيه أي حد واقف. كل البيوت كانت مقفلة شبابيكها وبيبانها. بصيت في ساعتي لقيتها قربت من 4 الصبح. تقلت رجلي في المشي شوية، مش ثقة قد ما هو قلق وخوف. من ايه؟ معرفش. لكن أفلام الرعب اللي الواحد بيشوفها وأفكار السحر اللي ساعات بنقراها تخلي أي حد ما يكونش مطمن. شلت سماعة الموبايل من ودني وكملت مشي. ساعتها سمعت صوت نباح الكلاب أكتر، والمرة دي كان في مجموعة منهم بتجري من مكان للتاني. لقيت كلب قرب مني، بس أنا كملت مشي عادي. كان شكله مسالم في الأول، لكن بعد شوية اتغيرت ملامح وشه وجز على أسنانه، وسمعت صوته بيزجر. الحقيقة خفت شوية ومديت، لقيته بيمد ورايا. خفت أجري أحسن يجي ويلم زمايله معاه. فضلت أمد وهو ورايا لحد ما في لحظة هجم عليه كلب تاني. أنا معرفش اللي حصل قوي غير إن كلب كان في وشي، لقيته جري ناحيتي وعداني واتخانق مع الكلب اللي كان بيمد ورايا. وأنا بحاول أستوعب اللي بيحصل لمحت نفس الطيف اللي شفته من شوية. طيف أسود ما بين بخار ودخان، وطوله طول إنسان، بيتحرك بسرعة. لكن أنا شفته رغم إني كنت لابس نظارة. حسيت المرة دي إن البيت بقى أبعد من الطبيعي، لكن في الآخر وصلت للباب. حاولت أفتح الشنطة اللي كانت في إيدي، لكن السوستة علقت. الشنطة صغيرة لكن حاطط فيها حاجات كتير، منهم مفاتيح الباب. شدتها مرة واتنين، وفي التالتة للأسف اتقطعت واتبعتر كل اللي فيها على الأرض. كان ممكن أنادي على حد من البيت وأقول له نور النور أو أحدف لي المفتاح، لكن بعد الساعة 4 الصبح الموضوع هيكون قلق للبيت وللجيران. حطيت مفاتيح الباب في جيبي عشان ما انساهوش، ونزلت على الأرض وابتديت ألم الحاجات اللي اتبعترت جوه الشنطة من تاني. وأنا بلم الحاجة لقيت خيال جاي من بعيد، والشارع عندنا مش منور قوي عشان أشوف مين جاي ومين رايح، فما اهتمتش. كنت بحاول أسرع في لم الحاجة عشان أطلع البيت وارتاح. لقيت الخيال بيقرب أكتر. قلت في عقل بالي يمكن ده واحد من الجيران راجع بعد صلاة الفجر. لكن بعد شوية لمحت الخيال أكتر من بعيد، ولما رفعت عينيا شفت نفس الطيف اللي شفته قبل كده من شوية. ساعتها سبت كل اللي كان في ايدي، الشنطة وكل الأدوات، وجريت ناحية الباب. حاولت أفتحه بالمفاتيح اللي شلتها في جيبي، لكن الباب عصلك كالعادة. باب حديد مخرم في الصاج بتاعه، قديم ومصدي والكالون على قده. قررت إن الباب لو ما فتحش دلوقت هنادي بسرعة على أي حد في البيت، ومع التفكير في الفكرة دي لقيت الباب فتح. دخلت من الباب وقفلته ورايا، ولمحت الطيف من إخرام الباب بيعدي من قدامي. لقيته داخل من حيطة الباب اللي قدامي وتلاشى تماما. طلعت فوق وأنا مش مستوعب أي حاجة، وقلت عليه العوض ومنه العوض في الشنطة واللي كان فيها. وصلت الباب الشقة وفتحت الباب ودخلت أوضتي. يومها نمت بعبلي، مش عارف ده كان من الخوف ولا تعب. صحيت على صوت صويت من البيت اللي قدامنا. نطيت من على السرير وفتحت الشباك، وعرفت إن جارنا عم إبراهيم
صحيت على صوت صويت من البيت اللي قدامنا. نطيت من على السرير وفتحت الشباك، وعرفت إن جارنا عم إبراهيم توفاه الله. كان يوم صعب. عم إبراهيم اتوفى بعد ما دخل لبيته طيف اسود معرفش عنه أي حاجة غير إني كنت خايف منه. يا ريتني كنت عرفت أعمل حاجة يا عم إبراهيم. عم إبراهيم من الناس اللي أي حد يحب يقعد معاهم. ملامحه طيبة، ولما تبص في وشه كنت تحس إن الدنيا لسه فيها خير. كنا بنتقابل كل يوم جمعة ونروح الصلاة. كان دايما بيشجعني ما كسلش وأكمل، وبعد الصلاة كنا نشرب قهوتنا على القهوة اللي جنب البيت. كان بيحكي لي دايما عن خير زمان وأهل زمان، وأنا كنت بشوف فيه ملامح والدي الله يرحمه. والدي متوفي من فترة، وعايش دلوقتي مع أمي وأختي، وبيسافروا من وقت للتاني عند خالتي في اسكندرية. ما كنتش حابب يسافروا اليومين دول، لكن سافروا عشان يسيبوني لوحدي ما بين الشغل والبيت والطيف اللي مش عارف عنه أي حاجة ولا عارف طلع لي منين. عدى يومين، وفي التالت مفيش حاجة مسيطرة على تفكيري غير كل اللي حصل يوم الوفاة. الطيف كان له علاقة بموت عم إبراهيم. الطفل الأسود خلى الملامح البيضة المنورة تموت. كلمت أكتر من صاحب وصديق، وكنت بسألهم بصورة مش مباشرة، أحسن حد يقول عليا مخاوي. يومها معرفتش أكمل تقارير الشغل المطلوبة مني، ما كنتش مركز كفاية. كل اللي كنت مركز فيه هو البحث والتدوير على اللي كان بيدور في عقلي. الطيف الأسود. كتبت كده على الإنترنت، وقعدت أدور كتير ما بين مقالات ومقابلات وفيديوهات. في فيديوهات لقيتها مشابهة جدا للي شفته، وده خلاني أبعت لكل واحد أستفسر أكتر منه. كل يوم كنت بدور أكتر عشان ألاقي إجابة، لحد ما في يوم جالي رد من حد من اللي كنت سألتهم قبل كده. ساعتها عملت قهوتي بسرعة ودخلت بلكونة بيتنا ومسكت موبايلي باهتمام عشان أعرف مين اللي رد عليا وإيه رده. الإيميل بتاعه ما كانش واضح، واسم القناة كمان ما كانش مفهوم قوي، عبارة عن أرقام وحروف وملهاش أي دلالات. لكن قلت في عقل بالي كويس إن حد رد عليك أصلا، وكان رده عليا: أيوة الفيديو حقيقي، وسجلته بالموبايل بتاعي وأنا واقف من بلكونة بيتنا. الرد ده قلقني شوية، لأن محتوى الفيديو بتاعه كان قريب جدا من مشهد الطيف وهو بيدخل لبيت عم إبراهيم. بصيت على بيت عم إبراهيم مرة تانية، لكن المرة دي بأسى. يا ريتني كنت قدرت أعمل حاجة. وفي لحظة لمحت الطيف مرة تانية، وكأن أفكاري اللي بتدور في دماغي هي اللي بتناديه. والمرة دي كان خارج من بيت على أول شارعنا. من خوفي ولهواجتي إيدي خبطت فنجان القهوة وقع في الشارع. رجعت بصيت مكان الطيف مرة تانية، ما لقيتوش. سميت الله في سري ودخلت أوضتي وقفلت البلكونة، وقعدت على سريري يومها مش عارف أنام، وأنا مترقب إن بكرة ممكن أسمع خبر وفاة حد تاني. لكن اليوم اللي بعده حصل حاجة ما كنتش أتوقعها خالص. رجعت بصيت مكان الطيف مرة تانية، ما لقيتوش. سميت الله في سري ودخلت أوضتي وقفلت البلكونة، وقعدت على سريري يومها مش عارف أنام، وأنا مترقب إن بكرة ممكن أسمع خبر وفاة حد تاني. لكن اليوم اللي بعده حصل حاجة ما كنتش أتوقعها خالص.
صحيت على تخبيط باب الشقة. ما كانش تخبيط عادي، وكأن اللي بيخبط عايزني أصحى من النوم بالعافية. افتكرت أمي وأختي رجعوا من السفر، لكن ده مش ميعادهم. قمت بسرعة من سريري، ومن لهوجتي خبطت رجلي في كرسي من اللي موجود في الشقة. اتألمت، وهنا لقيت اللي كان بيخبط على الباب بطل تخبيط، وكأنه سمعني وأنا بتوجع. رحت للباب وناديت من ورا الباب: مين؟ ما لقيتش رد. عليت صوتي مرة تانية: مين بره؟ بصيت من عين الباب السحرية، ما لقيتش حد. بصيت على طول على الساعة الموجودة على الحيطة، لقيتها 6 وشوية الصبح. قلت يمكن ده عامل النظافة وكان بيخبط علشان ياخد الزبالة. جمعت الشنط اللي عايز ارميها وفتحت الباب اسيب الشنط قدامه عشان العامل يشيلها لما يرجع. لكن لقيت حاجة غريبة، لقيت علبة حلويات متسابة قدام الباب. سبت شنط الزبالة من ايدي وبصيت على السلم على حد طالع او نازل، لكن ما لقيتش حد وما سمعتش صوت. سبت الباب مفتوح وجريت بسرعة على البلكونة اشوف لو حد ماشي في الشارع يكون هو اللي ساب العلبة قدام الباب، لكن برضه ما لقيتش حد. رجعت تاني لباب الشقة علشان اشوف علبة الحلويات. العلبة كان شكلها حلو وملفوفة لفة شيك، بس مش مكتوب عليها لا عنوان ولا إهداء ولا حتى اسم المكان اللي عملها. فضولي أخدني أعرف إيه العلبة دي ومين صاحبها وليه متسابة قدام باب شقتي. أخدت العلبة باهتمام ودخلت الشقة وسبتها على الترابيزة وقعدت قدامها باصص لها وكأني بسألها: انت ايه اللي جابك هنا؟ تكونيش بتاعت الجيران وغلطتي في العنوان؟ وبعد 5 دقايق تقريبا من نظراتي ناحية العلبة قررت افتحها، لكن كنت حريص نوعا ما. انا لسه معرفش مين اللي جابها. لبست جوانتي وحطيت ماسك على وشي وفتحت العلبة. لقيت تورتاية صغيرة ومعمولة على شكل شنطة ايد. الغريب انها شبه الشنطة اللي كنت بحاول افتحها قدام باب بيتنا واتقطعت سوستتها واتبعترت حاجاتي على الارض يومها لما كنت بحاول اهرب من الطيف. الحقيقة الموضوع قلقني. دخلت المطبخ وجبت سكينة وقررت اقسم التورتاية نصين علشان اتأكد انها تورتة مش اشتغالة ولا لعبة. قسمت التورتاية بالسكينة وبعدت كل نص عن التاني واتأكدت انها سليمة. وما بين تفكير ادوق ولا ما دقش، ما دقتش. انا لسه معرفش هي جت ازاي ولا مين كلف خاطره وجابها. وموضوع ان التورتاية تكون شبه شنطة ايدي اللي اتقطعت ده قلقني اكتر. سبتها زي ما هي في علبتها وحطيتها في التلاجة وحاولت انسى الموقف كله. بصيت على الساعة لقيتها قربت على 7. وضبط حالي علشان انزل شغلي، وفي الطريق دايما بعدي على البيت الموجود اول الشارع، بيت عم ايوب. وده البيت اللي لمحت الطيف خارج منه قبل كده. من قلقي مديت خطوتي شوية، لكن يومها وانا بعدي من قدام البيت سمعت صوت خناقة، واللي بيتخانقوا صوتهم كان عالي شوية. بطأت خطوتي يمكن اعرف الخناقة على ايه. سمعت 2 بيتخانقوا، تقريبا واحد ومراته، والراجل بيقول انا مش عايز القط ده يكون في بيتنا تاني، بتشائم. ولما عرفت ان سبب الخناقة هايف قوي كده ركزت في طريقي ورحت شغلي. وانا بفكر في مين اللي جاب لي التورتاية وازاي حد مهتم كده يجيب لي حاجة الساعة 6 الصبح. خلصت شغلي وانا راجع كالعادة بحب اسمع مزيكا في هيدفون الموبايل. مش عارف ليه من ساعة موت عم ابراهيم وانا بحاول ابطل العادة دي. حتى الطريق اللي متعود ارجع منه غيرته. اي حاجة ممكن تفكرني بالطيف بحاول اغيرها يمكن انساها. واليوم ده رجعت بيتنا من طريق تاني خالص، واول الشارع قابلت عم ايوب. سلمت عليه وسألته اذا كان شاف حاجة اليومين اللي فاتوا، وقال لي يا ابني انا كبرت وبقى نظري على قدي، فحتى لو انت شفت حاجة انا ممكن ما اشوفهاش. وعلشان تعبان من الشغل مركزتش قوي في كلامه ورحت على باب البيت. بصيت يميني وشمالي وفتحت الباب وطلعت على طول على بيتنا. كنت جعان، لكن يومها التعب غلب الجوع، وغيرت هدومي ونمت. نسيت خالص موضوع التورتاية.
ورحت على باب البيت. بصيت يميني وشمالي وفتحت الباب وطلعت على طول على بيتنا. كنت جعان، لكن يومها التعب غلب الجوع، وغيرت هدومي ونمت. نسيت خالص موضوع التورتاية. نومي كان قلقان اليوم ده ومش منتظم، بتقلب كتير وبحلم بأفكار غريبة كلها سواد. الحمد لله إني مش فاكر منها حاجة وإن كلها أحلام. بصيت في ساعتي لقيتها 4 الفجر. قلت كويس، أو الواحد يهدى ويبدأ يومه بالصلاة، وبعد كده أكل أي لقمة لأني جعان من امبارح. قمت استحمى وقلت أصلي، وأنا بستحمى جالي تليفون. قلقت تكون أمي أو أختي وهم في السفر محتاجين حاجة، ولأني في الطبيعي مش بستقبل مكالمات الساعة دي من حد، لفيت نفسي بأي حاجة وجريت على الموبايل، ولقيت اللي بيتكلم مديري في الشغل. رديت عليه وقال لي إن التقارير الأخيرة فيها غلطات كتير، وإنه مش متعود إن شغلي ما يكونش مظبوط. عشان كده هو كلمني وقال لي أظبط تقاريري قبل ميعاد الشغل. كلمة حاضر كانت ملازماني المكالمة دي، وأنا مستغرب، في حد بيكلم حد في شغل الساعة دي؟ ولا يمكن الراجل عايز يعمل معايا خير ويخلي صورتي كويسة طول الوقت؟ طب لو هو فعلا عايز يخلي صورتي كويسة، هو ليه ما عدلش أخطاء التقارير بنفسه وخلاها بجميلة؟ ما علينا. رجعت للحموم وخلاص استعديت للصلاة ولسه هبدأ، النور قطع. كان ممكن أبدأ صلاة وأروح أشوف أي كشاف أو شمعة للنور بعدين، لكن حالتي النفسية والأحلام اللي بشوفها خلتني أتحرك ناحية المطبخ عشان أدور على أي شمع. نورت كشاف الموبايل ورحت للمطبخ. بين الصالة والمطبخ طرقة صغيرة متعلق عليها صور العيلة من واحنا صغيرين لحد ما كبرنا. وانا ماشي في الطرقة حصل حاجة غريبة. الصور كانت بتقع يميني وشمالي، وكأن الحيطة مش مستحملة تقل الصور الصغيرة عليها. استغربت جدا ليه كل ده يحصل دلوقتي، لكن كملت للمطبخ. الصور براويز عليها ازاز من بره، ولما وقعت انكسر الازاز على الارض، وانا كنت حافي فتعورت. لكن وصلت للمطبخ، مديت ايدي بحذر مكان امي ما بتحط الشمع، لكن ملقتش ولا شمعة موجودة. فتحت الادراج ودورت، ملقتش حاجة برضو. لفيت ورجعت وانا حاطط نور كشاف الموبايل على الارض عشان ما اتعورش من الازاز مرة تانية. ساعتها النور رجع. رفعت عيني من على الارض وقلت الحمد لله، ولسه هرجع للصالة لمحت كأن حاجة بتتحرك قدامي، كأن في حد معايا في الشقة. سميت الله في سري ورجعت أبص على الإزاز المتكسر، وأبص قدامي مرة تانية بحذر لحد ما وصلت للصالة. لكن لقيت حاجة غريبة خلتني ألبس بسرعة أي لبس وأسيب البيت فورا. لكن لقيت حاجة غريبة خلتني ألبس بسرعة أي لبس وأسيب البيت فورا. سجادة الصلاة مش موجودة. أنا يا دوبك رحت عشان أدور على شمع أنور بيه الشقة، لكن موضوع إن أرجع وما ألاقيش سجادة الصلاة ده قلقني جدا. طول الشارع وأنا ماشي بفكر إزاي ممكن تختفي، لدرجة إني شكيت إني ممكن ما أكونش حطيتها أصلا. ولما وصلت البيت عم أيوب أول الشارع سمعت برضه صوت الخناقة بين الجيران، والمرة دي الصوت كان مالي المكان. ولما بطأت رجلي شوية أعرف سبب الخناقة إيه المرة دي، كان عشان إنهم سابوا القط في الشارع. المرة اللي فاتت كانوا بيتخانقوا علشان القط ما يفضلش في البيت. فكرت في عقل بالي هما كانوا متخيلين هيكون القط فين لو مش في البيت معاهم، ما أكيد هيكون في الشارع. وفعلا شفت قط تحت البيت. شكله ما كانش قط شارع، كان قط كبير ولونه اسود،
ساند رجليه على الأرض وباصص قدامه. ما افتكرش إن لو كنت فكرت إني هشه كان هيتحرك من كتر ثباته. كملت ماشي للشغل وحاولت أنسى في الطريق كل اللي حصل، ونسيت برضه إن أمي وأختي المفروض يرجعوا النهاردة من السفر. اليوم ده دخل عليا مديري وطلب مني إني أسيب كل اللي في إيدي عشان أخلص تقارير مهمة. خليت الموبايل على وضع عدم الإزعاج عشان أركز أكتر، لكن يا ريتني ما عملت كده. بعد 4 ساعات تقريبا من الشغل في التقارير رجعت للموبايل تاني عشان ألاقي إن أمي اتصلت بيا أكتر من 25 مرة. قلقت جدا وكلمتها فورا وعرفت إنهم في المستشفى. أختي هيتعمل لها غسيل معدة لأنها أكلت من التورتة اللي كنت سايبها في التلاجة. سبت اللي ورايا واللي قدامي بسرعة ورحت للمستشفى عشان أطمن على أختي. لقيتها في أوضة العمليات وأمي بره الأوضة بتقولي إحنا رجعنا بدري يومها وقلت أعمل لك لقمة ترجع تلاقينا في البيت وتتغدى معانا. فضلت ساكت بحاول أجمع وعايز أطمن. وإحنا واقفين خرج الدكتور من أوضة العمليات ووشه كان باين عليه الإجهاد، وسأل مين اللي مسؤول عن أختي. بعد الكلمتين دول قلقت أكتر ورديت بسرعة أنا أخوها يا دكتور، إيه الأخبار؟ بصلي وطبطب على كتفي وقال لي اطمن، أختك هتبقى كويسة، لكن لازم ترتاح في المستشفى يومين نقاهة، وممكن حد فينا أنا أو أمي يقعد معاها كمرافق. حقيقي ما كنتش ناقص أسمع أي خبر يقلقني أو يرعبني أكتر من كده. طلبت من أمي إنها ترجع البيت وترتاح من السفر، لكن طلبت إنها تكون مع أختي. والحقيقة أنا ما كنتش عايز أرجع البيت، مش بس عشان أطمن على أختي، لأ كمان عشان كل اللي حصل الفترة اللي فاتت. من غير كلام كتير سبت أمي حسب رغبتها تكون جنب أختي في المستشفى، وأخدت طريقي في الرجوع للبيت. وأنا راجع افتكرت أكتر من موقف: الطيف، عم إبراهيم وأيامه الحلوة، التورتاية، والقط الأسود، لحد ما وصلت لأول شارعنا وبصيت بنظرة عميقة ناحية بيتنا آخر الشارع. وقتها جه حد من ورايا وخبط على كتفي. التفت بسرعة في رعب، لقيته عم أيوب، واستغرب إن اتخضيت جدا من لمسته. حكيت له على اللي حصل من أول ما لقيت التورتاية قدام باب الشقة لحد ما سبت باب المستشفى، كل ده واحنا واقفين قدام بيت عم أيوب. ومن بعيد لمحت القط الأسود اللي كنت شفته أول اليوم وأنا رايح الشغل، تجاهلته تماما وكأنه مش موجود. طمني عم أيوب بكلامه: الناس الكبيرة أغلب الوقت بيكون كلامهم مريح. سألته عن الخناق اللي بسمعه من الجيران عنده في البيت، وليه كل يوم الصبح كده بيتخانقوا، أكيد هيكونوا مصدر إزعاج. استغرب عم أيوب من كلامي وبصلي بصة غريبة وقال لي مفيش حد ساكن في العمارة من أكتر من سنة. طمني عم أيوب بكلامه: الناس الكبيرة أغلب الوقت بيكون كلامهم مريح. سألته عن الخناق اللي بسمعه من الجيران عنده في البيت، وليه كل يوم الصبح بيتخانقوا كده، أكيد هيكونوا مصدر إزعاج. استغرب عم أيوب كلامي وبصلي بصة غريبة وقال لي بهدوء وهو باصص في عينيا: مفيش حد ساكن في العمارة من أكتر من سنة. مشيت من قدام عم أيوب فورا من غير ما أقول له أي حاجة ورحت ناحية بيتنا، وكالعادة بصيت يميني وشمالي قبل ما أفتح باب العمارة. ما لقيتش حد ولا حتى عم أيوب اللي كنت واقف بتكلم معاه. بصيت في ساعتي لقيتها قربت على 3 العصر. فتحت الباب وطلعت على الشقة ونورت كل أنوار الشقة. افتكرت التورتاية اللي كنت لقيتها قدام الباب، ففتحت التلاجة ومسكت العلبة وفتحتها. لقيت التورتاية ناقصها حتة. ترجمت بسرعة اللي حصل. أكيد لما أمي وأختي رجعوا من السفر فتحوا التلاجة ولقوا التورتاية وأختي أكلت منها فتعبت. قفلت العلبة ورميتها في الزبالة، واتضايقت إني ما رميتهاش في الزبالة من ساعة ما لقيتها. بس أنا برضو ما كنتش عارف إنهم هيرجعوا بدري وإن كل ده هيحصل. كان لازم ما سيبش كل اللي بيحصل ده بدون تفكير ولا تفسير. علشان كده كلمت دكتور نفسي صديق ليا
وأخدت منه يومها ميعاد للمقابلة. جالي صداع شديد جدا، مش عارف ده من التفكير ولا من الجوع. أنا ما حطيتش لقمة في بقي من أول اليوم. كلمت أمي عشان أطمن عليها تاني هي وأختي، وقلت لها إنها لازم تاكل حاجة عشان ما تقعش من طولها. طمنتني وقالت لي خلي بالك من نفسك أنت. نزلت من البيت علشان أروح لعيادة الدكتور صاحبي، وأكلت أي حاجة وأنا ماشي. ولما وصلت للعيادة قابلني بالترحاب، وده خلاني أحكي له كل حاجة حصلت، والطيف اللي شفته والتورتاية وأختي اللي تعبت. وسألته لو هو مؤمن بالعفاريت والكلام ده. رد عليا بيقين شديد إن أي حاجة غير خاضعة للعلوم ملهاش أساس من الصحة، وإن الكلام ده خرافات بيضحكوا بيه على العيال الصغيرة، والمفروض إن احنا كبرنا. قال لي إني محتاج لأجازة وراحة، وإني محتاج أقابل ناس بحبهم من أصحابي على أمل إني أفك معاهم. وما سابنيش إلا وأنا بفتح الإيميل بتاع الشغل وبطلب أسبوع أجازة من المدير. وكمان كتب لي على شوية أدوية، مش عارف دي أدوية إيه، لكن أنا بثق فيه. رجعت من عنده وأنا مطمن، وفي الطريق جبت الأدوية، لكن ما كنتش عايز أرجع البيت يومها. فكلمت أصحاب ليا علشان نتقابل على القهوة، ورحت على القهوة استناهم وطلبت قهوتي. ولما جم اتكلمنا في مليون حاجة. كانوا وحشني أوي، وهموم الدنيا كانت واخداني عنهم. لكن وأنا قاعد حصل حاجة ما ينفعش كانت تعدي عليا بسهولة. جنبنا كان في ترابيزة تانية قاعد عليها مجموعة شباب، ودخل عليهم 2 شايلين على ايدهم تورتاية وبيغنوا أغنية عيد الميلاد لصاحبهم، لحد ما وصلوا الترابيزة وكملوا الأغنية وقعدوا كلهم سوا. التورتاية اللي معاهم كانت شبه التورتاية اللي لقيتها قدام البيت. قمت على طول وسألت اللي شايلها من غير حتى سلام، جبتها منين دي؟ عرفت إنهم جايبينها من محل حلويات قريب، وإنها معمولة عمولة بالطلب يعني. وسألته على مكان المحل وعرفني العنوان. كان ذوق جدا الحقيقة، وده خلاني أسأله ليه اخترتوا شكلها يكون شبه الشنطة. عرفت إن صاحبهم فتح محل جديد لبيع الشنط، فكانوا بيحتفلوا بعيد ميلاده وبيباركوا له. ساعتها تداركت إني قطعتهم عن مناسبته، واعتذرت لهم على أسئلتي الكتير، ووعدت صاحبهم إني هروح أشتري شنطة من عنده، لأني فعلا كنت محتاج أشتري شنطة بدل اللي اتقطعت مني. ورحب بيا. كل سنة وانت طيب. رجعت تاني لقعدة الصحاب، واستغربوا مني نوعا ما، فعرفتهم إني بمر بأزمة وأوقات بشوف حاجات غريبة. وعرفتهم الكام يوم اللي فاتوا شوية من اللي كان بيحصل لي. واحد فيهم قال لي إن أكيد اللي بيحصل ده مش من فراغ، وإن أكيد قريت حاجة غلط وبتخيل، أو عملت حاجة غلط فعملت لعنة عليا أنا وعيلتي. حسسته إني مهتم برأيه، لكن في الحقيقة أنا ما اهتمتش للكلام ده. وافتكرت كلام الدكتور صاحبي، وإن لازم كل حاجة تكون خاضعة للعلوم علشان تكون حقيقية. الساعة وصلت 10 بالليل. الوقت الحلو بيمر بسرعة، لكن كل واحد قرر يرجع يشوف وراه إيه، على وعد إننا نتقابل تاني. اتحركنا كلنا، وفي الطريق كلمتني أمي عشان تطمني إن أختي فاقت وبقت أحسن، وإني منساش أكل حاجة لما أوصل البيت. وصلت الأول الشارع عند بيت عم أيوب، وبصيت على المكان اللي كنت بسمع منه الخناق قبل كده. ما سمعتش صوت، والمكان كان مظلم، محدش ساكن. لكن لقيت القط الأسود واقف مكانه على باب العمارة. المرة دي رحت وهشيته، وكنت ببصله نظرات قوية وكأني عايز أتخانق معاه، ولو إني بحب الحيوانات في الطبيعي، لكن يومها ما كنتش عارف مالي ولا أنا بعمل كده ليه. معقول هعمل عقلي بعقل قط؟ طلعت بيتنا. أنا تعبان من أول اليوم، بس كنت واخد قرار مهم، إني لازم أسيب الشقة والمكان في أقرب فرصة. رجعت تاني لقعدة الصحاب،
واستغربوا مني نوعا ما، فعرفتهم إني بمر بأزمة وأوقات بشوف حاجات غريبة، وعرفتهم الكام يوم اللي فاتوا شوية من اللي كان بيحصل لي. واحد فيهم قال لي إن أكيد اللي بيحصل ده مش من فراغ، وإن أكيد قريت حاجة غلط وبتخيل، أو عملت حاجة غلط فعملت لعنة عليا أنا وعيلتي. حسسته إنه مهتم برأيه، لكن في الحقيقة أنا ما اهتمتش للكلام ده، وافتكرت كلام الدكتور صاحبي، وإن لازم كل حاجة تكون خاضعة للعلوم علشان تكون حقيقية. الساعة وصلت 10 بالليل، الوقت الحلو بيمر بسرعة، لكن كل واحد قرر يرجع يشوف وراه إيه، على وعد إننا نتقابل تاني. اتحركنا كلنا، وفي الطريق كلمتني أمي عشان تطمني إن أختي فاقت وبقت أحسن، وإني منساش أكل حاجة لما أوصل البيت. وصلت الأول الشارع عند بيت عم أيوب، وبصيت على المكان اللي كنت بسمع منه الخناق قبل كده. ما سمعتش صوت، والمكان كان مظلم، محدش ساكن، لكن لقيت القط الأسود واقف مكانه على باب العمارة. المرة دي رحت وهشيته، وكنت ببصله نظرات قوية وكأني عايز أتخانق معاه، ولو إني بحب الحيوانات في الطبيعي، لكن يومها ما كنتش عارف مالي ولا أنا بعمل كده ليه. معقول هعمل عقلي بعقل قط؟ طلعت بيتنا، أنا تعبان من أول اليوم، بس كنت واخد قرار مهم، إني لازم أسيب الشقة والمكان في أقرب فرصة. بالرغم من إني كنت تعبان ومحتاج للراحة والنوم، لقيت نفسي على السرير بحاول أنام بس مش عارف، بتقلب يمين وشمال من غير سبب. فقمت وقعدت على السرير أحاول أربط اللي بيحصل ببعضه: الطيف، التورتاية، خناقة الناس اللي مش موجودة، أختي التعبانة اللي كانت هتروح مني، والصور اللي اتكسرت وعورت رجلي. قمت من مكاني وحاولت أنظف مكان الإزاز اللي اتكسر من براويز الصور اللي على الحيط، وافتكرت إن لسه عندي طاقة للتفكير، ففتحت اللابتوب بتاعي ودورت في الإيميل، يمكن حد يكون رد على الطلبات الكتير إن أعرف إيه هو الطيف، لكن ما كانش فيه رد. فتشت أكتر على الفيديوهات اللي ليها علاقة بالحاجات الغير طبيعية، في محاولة مني إني أفهم كل اللي بيحصل ده ليه، لكن من كتر التعب نمت على المكتب قدام اللابتوب. صحيت على موبايلي بيرن، رحت أشوف مين بيكلمني، لقيت إن في أكتر من اتصال جالي من الدكتور النفسي. سبت الموبايل وقلت أروح أغسل وشي عشان أفوق، وأنا في الطريق للحمام موبايلي رن تاني، فرجعت لقيت الدكتور بيكلمني. رديت عليه وقال لي إن لازم أكون في العيادة يومها على الساعة 5 وهو هيكون في انتظاري. وافقت وقفلت معاه ورحت علشان أغسل وشي، ونزلت على المستشفى أطمن على أختي وأمي اللي هناك. لقيتهم بيستعدوا إنهم يرجعوا للبيت. انبسطت إن أختي بدأت تخف، واعتذرت لأمي وأختي على اللي حصل، وقلت لهم إني كنت جايب التورتاية ليهم عشان أعملها لهم مفاجأة. أمي بصت لي باستغراب وقالت لي: تورتاية إيه؟ أختك تعبت من لخبطة الأكل آخر اليوم ومش عارفة أنت بتتكلم عن إيه. حبيت أتأكد وسألتهم هم ما يعرفوش عن التورتاية اللي كانت في التلاجة. قالوا لي إنهم ما فتحوش التلاجة أصلا. أمال مين اللي أكل منها لو هم ما فتحوش التلاجة؟ ابتسمت في وش أمي وقلت لها: اترمت، حمضت من الركنة وما كنتش عارف إنكم هتتأخروا كده. كنت بحاول أغير الموضوع وأنا جوايا قلق وتفكير مش بيسكت. اتحركنا كلنا من المستشفى ورحنا على البيت، ويومها نزلت أجيب فطار. وفي الطريق وأنا راجع كنت عمال أفكر في التورتاية، مين اللي ممكن يدخل البيت عشان ياكل منها حتة ويمشي
من غير حتى ما يلمس حاجة في الشقة. فطرنا والساعة قربت على 5. قررت أنزل عشان أقابل الدكتور صاحبي حسب الميعاد بتاعنا، ووصلت في الميعاد. لكن المرة دي لما عرف إن بره ما قابلنيش بالترحاب زي المرة اللي فاتت، وأخد حالة كانت موجودة في المكان. استنيته وأنا مستغرب اللي عمله، لكن نظراته ليا وقتها وهو بيستقبل الحالة على باب أوضته في العيادة كانت غريبة نوعا ما. استنيت الحالة لحد ما خرجت من عنده ودخلت له. بصلي وشوية تانية كان بيبص في الأرض، وقال لي وهو عينه على الكمبيوتر اللي قدامه إنه عايز يوريني حاجة غريبة. وقفت جنبه وهو قاعد وقدامنا الكمبيوتر، ورجع لي شريط الكاميرات في العيادة، وشفت اللي ما كنتش أتخيله خالص: الطفل الأسود. فطرنا والساعة قربت على 5. قررت أنزل عشان أقابل الدكتور صاحبي حسب الميعاد بتاعنا، ووصلت في الميعاد. لكن المرة دي لما عرف إن بره ما قابلنيش بالترحاب زي المرة اللي فاتت، وأخد حالة كانت موجودة في المكان. استنيته وأنا مستغرب اللي عمله، لكن نظراته ليا وقتها وهو بيستقبل الحالة على باب أوضته في العيادة كانت غريبة نوعا ما. استنيت الحالة لحد ما خرجت من عنده ودخلت له. بصلي وشوية تانية كان بيبص في الأرض، وقال لي وهو عينه على الكمبيوتر اللي قدامه إنه عايز يوريني حاجة غريبة. وقفت جنبه وهو قاعد وقدامنا الكمبيوتر، ورجع لي شريط الكاميرات في العيادة، وشفت اللي ما كنتش أتخيله خالص: الطفل الأسود. كان بيتنقل من أوضة للتانية جوه العيادة نفسها. صرخت وأنا منفعل: أنت بتعمل معايا كده ليه؟ رد عليا وحاول يهديني: هو مين؟ بصيت لصاحبي باهتمام وقلت له: معرفش، أنا فعلا معرفش هو مين. وأنا فعلا معرفش هو مين أو إيه ده. بكيت من اللي أنا فيه وأنا مش عارف كل ده بيحصل لي ليه. هديت شوية وسألته: ليه رجعت الكاميرات في اليوم ده بالذات؟ قال لي إنه جاله واحد من العيانين ودفع الكشف، ولما اتأخرت وأنا معاك المرة اللي فاتت ساب لي ورقة ومشي، وقال لي إنه هيجي تاني لما أكون فاضي. التمرجي يومها نسي يديني الورقة، فرجع تاني يوم اللي هو النهاردة واداني الورقة عشان أقرأ المكتوب فيها. مسك الورقة ولفها بهدوء علشان أقرأ الجملة. لقيت مكتوب فيها بخط واضح: في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. بصينا لبعض بعدها، وبعد كده بصيت على الأرض واعتذرت لصاحبي على أي ضيق أو حالة خوف ممكن أكون سببتها له، وتملكت نفسي وفتحت باب العيادة ومشيت. وأنا راجع للبيت حاولت أجمع أفكاري بقدر الإمكان، لكن كنت متشتت. الحاجات اللي بتحصل دي مستحيل تكون طبيعية. فكرت أكتر حتى من قبل اليوم اللي ظهر ليا فيه الطيف. لقيت إن يومي كان طبيعي ما بين البيت والشغل والأصحاب لو في وقت. روتيني اليومي ما تغيرش تقريبا من ساعة ما أبويا مات. طب إيه ممكن يكون السبب في كل اللي بيحصل ده؟ ما بقتش طايق البيت، ومحاولة التفكير في اللي بيحصل بترعبني، لدرجة إني شكيت في نفسي وقلت ممكن يكون عندي انفصام. لكن لو أنا مريض يبقى مين اللي ساب الورقة ومشي من عند صاحبي الدكتور؟ ده كأنه كان قاعد معانا وبيسمع اللي بيتقال وقتها. والناس اللي كانوا بيتخانقوا على أول شارعنا وطلعوا مش موجودين، طب ما هم كانوا بيتخانقوا على القط اللي عايش معاهم، وتاني يوم لقيت القط في الشارع. التورتاية اللي كانت على شكل شنطتي اللي اتقطعت من لهوجتي وانا بفتحها وانا خايف من الطيف،
والطيف اللي دخل بيت عم إبراهيم وتاني يوم اتوفى. مستحيل كل ده يحصل بدون أسباب. من كتر التفكير لقيت نفسي قدام باب بيتنا. ما حسيتش بالوقت إن كان مر بسرعة ولا ببطء، ولا عارف وصلت إزاي. المرة دي فتحت الباب وطلعت وأنا غرقان في التفكير. استقبلتني والدتي وشافتني في الحالة دي وكانت زعلانة، واقترحت آخد أجازة ونسافر سوا عند خالتي نغير جو. رفضت في الأول بالرغم من إني واخد أجازة بالفعل ومش طايق البيت، لكن مفيش حد تواصلت معاه الفترة دي إلا واتضر أو حصل معاه حاجة غريبة. آخرهم صاحبي الدكتور اللي مشي من عيادته واحد ما نعرفش عنه أي حاجة وساب ورقة مجهولة زيه. صحيح، هو صاحبي ليه ما عادش الكاميرات عشان يشوف ملامح الراجل ده ويعرف مين هو؟ من كتر التفكير لقيت نفسي قدام باب بيتنا. ما حسيتش بالوقت إن كان مر بسرعة ولا ببطء، ولا عارف وصلت إزاي. المرة دي فتحت الباب وطلعت وأنا غرقان في التفكير. استقبلتني والدتي وشافتني في الحالة دي وكانت زعلانة، واقترحت آخد أجازة ونسافر سوا عند خالتي نغير جو. رفضت في الأول بالرغم من إني واخد أجازة بالفعل ومش طايق البيت، لكن مفيش حد تواصلت معاه الفترة دي إلا واتضر أو حصل معاه حاجة غريبة. آخرهم صاحبي الدكتور اللي مشي من عيادته واحد ما نعرفش عنه أي حاجة وساب ورقة مجهولة زيه. صحيح، هو صاحبي ليه ما عادش الكاميرات عشان يشوف ملامح الراجل ده ويعرف مين هو؟ فتحت اللابتوب عبال ما اغير هدومي يكون اشتغل، ومسكت تليفوني واتصلت بصاحبي. كان بيديني مشغول فجربت اكتر من مرة، لكن هو كنسل عليا ففهمت انه مشغول وقتها. بعت له رسالة على الموبايل وقلت له فيها ما تنساش تشوف الراجل اللي ساب لك الورقة في الكاميرات. رجعت لللابتوب واتفاجئت من رسالة لقيتها على الايميل. لقيت الراجل اللي كان بيقول ان فيديو الطيف حقيقي وانه مصوره بالموبايل بتاعه باعت لي رسالة، وبيقول لي انه ما عندوش مشكلة يقول لي تفاصيل اكتر زي ما طلبت منه، لكن هيكون في مأمورية اليومين في اسكندرية وهيرجع بعدها وممكن نتقابل. رديت على الرسالة بتاعته على طول ومن غير تردد إني هكون في اسكندرية برضه وممكن نتقابل هناك. شغفي إن أعرف أي معلومات عن الطيف كان غالبني، ورجعت لأمي وعرفتها إننا ممكن نسافر نغير جو، بالرغم إني ما كنتش موافق في الأول. ده خلى أمي تقلق عليا أكتر وسألتني إيه اللي غير رأيي. اعتذرت لها وقلت لها أنا آسف، أنا ساعات بتسرع وباخد قرارات غلط. سهرنا شوية يومها وقررنا نسافر تاني يوم بالقطر. حضرنا اللي محتاجينه عشان السفر وتحركنا بالقطر لخالتي في اسكندرية، أنا وأمي وأختي. لكن في القطر حصل حاجة. كنت باكل ساندوتش وبشرب كوباية شاي، اتخيلت بقط صغير بيتنطط بين الكراسي وكأنه بيلعب، لكن للأسف نط على إيدي وخلاني أسيب كوباية الشاي ووقعت واتكسرت. ساعتها قمت بسرعة وزعقت، مش عارف كنت بزعق من اللي حصل والمفاجأة ولا بزعق في القط، لكن اتفاجئت من اللي شفته. ما كانش قط صغير، ده قط كبير ولونه اسود، وتقريبا ده نفس الفصيلة بتاعت القط الاسود اللي كان في شارعنا. قط بالشكل ده صعب يتنسي. لما زعقت القط جري على اصحابه تقريبا، فمشيت وراه من باب الفضول اعرف مين اصحابه واقول لهم خلوا بالكم من شقاوته، لحد ما وقف القط تحت رجل راجل وقاعد قدامه ست وبيكلموا بعض. ولما قربت لاحظت حاجة أنا نفسي ما كنتش مصدقها ساعتها. صوتهم كان شبه صوت الراجل ومراته اللي كانوا بيتخانقوا على القط في بيت عم أيوب. أخدت نفس عميق وقربت أكتر منهم، وسمعت الراجل بيقول لها ما كانش له داعي نجيب الزفت ده معانا. ولاحظت الست اللي قدامه بتمد ايدها ومسكت القط فعلا وقربته منها. وسعت عيني اكتر باللي بشوفه وقربت منهم وسألتهم هو القط ده بتاعكم
بصلي الراجل وقال لي: ايوه، عمل مع حضرتك حاجه؟ لا ابدا، ما حصلش حاجه، بس هو شقي شويه. بص الراجل على مراته وقال: هو دايما يجيب لنا الكلام. بعدها قال لي: احنا اسفين. دردشت معاهم اكتر من دقيقتين واتاكدت ان هم دول اللي سمعتهم قبل كده بيتخانقوا عشان القط. اتاكدت من صوتهم وسالتهم: ساكنين في اسكندريه ولا القاهره؟ وردت الست عليا: هي القاهره الطاق، اسكندريه طبعا. صوتهم لسه بيرن في وداني لحد دلوقتي. رجعت لمكاني ولقيت عامل النظافه بينظف مكان كوبايه الشاي اللي اتكسرت. اعتذرت له واديته اللي فيه النصيب، وقعدت وانا بفكر. في حاجات غير قابله للشرح، الحاجات اللي بتحصل دي مستحيل. الغطايه اللي كانت على شكل شنطتي اللي اتقطعت من لهوجتي وانا بفتحها وانا خايف ديني اليوم ما اتغيرش تقريبا من ساعه يمين اللي ساب الورقه ومشي من صاحبي الدكتور. والناس اللي كانوا بيتخانقوا على اول شارعنا وطلعوا مش موجودين، ايه ممكن يكون السبب في كل اللي بيحصل ده؟ مستحيل كل ده يحصل بدون اسباب. حاولت امي تهديني وتطيب خاطري وكانها حاسه اني تعبان جدا نفسيا. اخدت نفسي ومسكت الموبايل وقلت لازم اكلم عم ايوب. أخدت نفسي ومسكت الموبايل وقلت لازم أكلم عم أيوب. حاولت أكلم عم أيوب أكتر من مرة بالموبايل، لكن الشبكة ما كانتش بتجمع ومعرفتش أوصل له. جربت تاني بعد شوية لكن برضه ما جمعتش. قلت ريح شوية ولما أوصل اسكندرية أكلمه. وصلنا اسكندرية عند خالتي الصبح وفطرنا كلنا، وأمي قالت لي ارتاح من السفر، كانت حاسة إني تعبان لسه. دخلت نمت وصحيت على العصر واتغديت وقلت أكلم عم أيوب. الحمد لله الشبكة جمعت، لكن رد عليا واحد تاني غير عم أيوب، فسألته فورا فينه. رد عليا وقال لي عم أيوب تعبان شوية ومش قادر يتكلم مع حد، ولما يرتاح شوية هيقول له إني كلمته. بعد كده الشبكة ابتدت تسقط تاني وما سمعتش غير طراطيش كلام وصوت غليظ. حاولت أروح في مكان فيه تغطية كويسة وبصيت على الموبايل لقيت الشبكة كويسة، لكن برضه الصوت ما كانش واضح. يظهر الشبكة اللي عند عم أيوب فيها حاجة. قفلت المكالمة وقلت اتصل بيه في وقت تاني يكون بقى أحسن. بعد كده كلمت الراجل اللي كان مفروض أقابله عشان نتكلم عن الضيف. أنا جيت اسكندرية مخصوص عشان أقابله أصلا. رد عليا وقال لي نتقابل في مكان معين في اسكندرية، وهناك اتكلمنا في كذا حاجة، ووراني فيديوهات تانية لحاجات بتتحرك زي ما أنا شفت من الضيف، لكن في فيديو منهم كان مختلف وغريب شوية. في الفيديو لقيت الحاجة اللي شبه الضيف واقف في وسط الشارع اللي متصور فيه، واقف مش بيتحرك. وبعد كده قرب من الموبايل اللي كان بيصوره، كان بيقرب ببطء وكأنه باصص على كاميرا الموبايل وبيقول له صورني، أنا موجود. حسيت في الفيديو إن الضيف بيكلمني أنا وبيقول لي شفتني؟ أنا موجود هنا. قفلت الفيديو والراجل لاحظ إني قلقت وقال لي مقلقش، الحاجات دي موجودة حوالينا وبتحس بينا والمفروض نحس بيها. ما بقيتش عارف أصدق مين، أصدق كلام الراجل ولا أصدق كلام صاحبي الدكتور اللي قال لي إن لازم كل حاجة تكون خاضعة للعلوم. لكن الحقيقة الدكتور نفسه شاف في عيادته حاجات غريبة، وقرب نفسه من حد مجهول رسالة تشككه في كل اللي اتعلمه من العلوم. كلمت كلامي مع الراجل وشربنا حاجة، ووعدنا بعض إن لو في جديد بخصوص الضيف نتواصل مرة تانية، والراجل رحب بالفكرة.
رجعت بيت خالتي ولقيتهم مستنييني عشان نتعشى سوا. واحنا بنتعشى أمي كانت بتبصلي وكانت عايزة تفتح معايا أي حوار. وبعد الأكل وأنا بغسل إيدي قالت لي عايزة أقعد معاك. من قبل ما أقعد معاها وأنا حاسس إنها هتفتح معايا مواضيع كتير. دخلنا أوضة الصالون وقعدنا سوا وسألتني أخدت أجازة من الشغل قبل السفر ولا لأ، وعرفتها إني كنت واخد أجازة من قبل ما أعرف إني مسافر معاهم لأني كنت محتاج للراحة. من إيه يا حبيبي؟ بصت لها وسكتت. غيرت أمي الموضوع وسألتني إيه موضوع التورتاية اللي جبت سيرتها قبل كده معاها. قلت لها إني لقيتها على باب البيت ونسيت وحطيتها في التلاجة، وافتكرت لما رجعت إن أختي أكلت منها وتعبت وده اللي دخلها المستشفى. لكن انتي قلتيلي إنكم ما تعرفوش عنها حاجة أصلا، فغيرت الموضوع. سألتني ومين اللي كسر الصور اللي كانت على الحيطة؟ بصت لها وقلت لها كنت بحاول أغير اللمبة البايظة في المطبخ وكنت شايل السلم فخبط الصور ووقعت واتكسرت. ما كانش قصدي، أنا كمان شلت الإزاز. قالت لي ما هو ما كانش ينفع أشيل الإزاز وأختك بطنها بتتقطع. بعد كده قامت من جنبي من غير ما تتكلم وبصت لي وقالت لي أنا ما تعودتش إنك تكدب عليا، لمبة المطبخ ما كانش فيها حاجة والسلم مطرب من الركنة وما اتحركش من مكانه. ماما أنا فعلا تعبان ومحتاجك جنبي، ادعيلي وربنا يستر. فضلت مكاني قاعد ساكت، وبعد كده رجعت للكمبيوتر وعملت بحث تاني أكتر عن الحاجات ما وراء الطبيعية. كلام الراجل اللي قابلته كان صح، في حاجات كتير بتحصل حوالينا ملهاش تفاسير علمية. فضلت مكاني قاعد ساكت، وبعد كده رجعت للكمبيوتر وعملت بحث تاني أكتر عن الحاجات ما وراء الطبيعية. كلام الراجل اللي قابلته كان صح، في حاجات كتير بتحصل حوالينا ملهاش تفاسير علمية. وفي كائنات عايشة معانا بتحس بينا وعايزيننا نحس بيها، لكن ليه أنا بالذات اللي يحصل معايا كل ده؟ وليه الوقت ده؟ أنا بعيش فترة سيئة بين الشك والاضطراب، مش عارف هو أنا استحق كل اللي بيحصل ده. بعد ساعتين من البحث قفلت الكمبيوتر وحاولت أكلم عم أيوب مرة تانية عشان أطمن عليه، لكن للأسف رد عليا نفس الشخص اللي كلمني المكالمة اللي فاتت وقال لي إن عم أيوب تعيش أنت. كان لازم أقطع سفري مع عيلتي وأرجع عشان أعزي في عم أيوب جاري. ما كنتش عايز أقلقهم لأني شفتهم مرتاحين وإحنا في اسكندرية، فقلت لهم إن لازم أرجع ضروري للقاهرة عشان طلبوني في الشغل. وما جبتش سيرة وفاة عم أيوب خالص عشان ما يزعلوش من الخبر، خصوصا بعد وفاة عم إبراهيم من فترة. أمي سألتني مش أنت واخد أجازة من الشغل؟ طمنتها وقلت لها يومين 3 واخد أجازة تاني وارجع لكم. أنا أساسا مش عارف هرجع للشغل إزاي بعد كل اللي بيحصل ده.
استغربتني أمي شوية واتنهدت وقالت لي ربنا معاك. أحلى دعوة. رجعت للقاهرة في أول قطر ورحت البيت عم أيوب. الصوان كان منصوب ولقيت ناس كتير في العزا. عم أيوب كان شخص محبوب، فكرني بعم إبراهيم الله يرحمه، كان برضه محبوب. الناس الكبيرة دي فعلا بركة. دخلت العزا وقعدت وسط الناس شوية وزهقت، فمسكت الموبايل وقلت أتصفح شوية عناوين الأخبار، وخرجت بالغلط على قائمة الأسماء وافتكرت الراجل اللي رد عليا وقال لي على وفاة عم أيوب. أنا فعلا كنت عايز أعرف مين اللي كان بيرد عليا وقتها، فكنت بلمح على الناس اللي قاعدة ومن غير ما حد ياخد باله يمكن ألاقي حد أعرفه وأسأله، خصوصا إن عم أيوب كان قاعد لوحده أغلب أيامه الأخيرة. وفي وسط الناس اللي بتعزي شبهت على كام واحد كان موجود، وكان منهم واحد من قرايب عم أيوب أنا فاكره كويس. ولما عينينا جت في عين بعض افتكرته أكتر، بس قلت ممكن ما يكونش فاكرني فمش هروح أفكره بنفسي يعني. قريب عم أيوب ده اتحرك لحد بيت عم أيوب، وأخدت بالي إنه بصلي بصة من تحت لتحت وكأنه هو كمان بيشبه عليا، لكن كمل طريقه للبيت وطلع. الفضول كان هيموتني وأعرف مين اللي رد عليا في التليفون، وقلت ممكن يكون هو. قمت من مكاني وقلت في بالي هروح وراه واسأله. طلعت وراه ومديت خطواتي ودخلت من باب البيت فما لقيتهوش. بصيت يمين وشمال كويس لكن برضه ما كانش موجود. عيني وقعت على مكتبة عم أيوب وكانت مليانة كتب. وقفت جنب المكتبة وقلت هنتظر لحد ما أشوف راح فين. عدى دقيقتين ولسه همد ايدي عشان اشوف كتاب منهم، لقيت حد بيخبط على كتفي وبيقول لي ازيك. اتلخفنت وخبطت ايدي في كتابه ووقع. ما اهتمتش للكتاب وبصيت للي خبط على كتفي وقلت له اهلا. ولقيته هو نفس الشخص اللي بشبه عليه، فقلت له انا بشبه على حضرتك، مش انت من قرايب عم ايوب؟ رد عليا وقال لي انا شريف وعم ايوب يبقى عمي. مش انت آسر ابن عم عادل اللي ساكنين اخر الشارع؟ رديت عليه وقلت له مظبوط، انا آسر. قريب عم أيوب ده اتحرك لحد بيت عم أيوب، وأخدت بالي إنه بصلي بصة من تحت لتحت وكأنه هو كمان بيشبه عليا، لكن كمل طريقه للبيت وطلع. الفضول كان هيموتني وأعرف مين اللي رد عليا في التليفون، وقلت ممكن يكون هو. قمت من مكاني وقلت في بالي هروح وراه واسأله. طلعت وراه ومديت خطواتي ودخلت من باب البيت فما لقيتهوش. بصيت يمين وشمال كويس لكن برضه ما كانش موجود. عيني وقعت على مكتبة عم أيوب وكانت مليانة كتب. وقفت جنب المكتبة وقلت هنتظر لحد ما أشوف راح فين. عدى دقيقتين ولسه همد ايدي عشان أشوف كتاب منهم، لقيت حد بيخبط على كتفي وبيقول لي ازيك. اتلخفنت وخبطت ايدي في كتابه ووقع. ما اهتمتش للكتاب وبصيت للي خبط على كتفي وقلت له اهلا. ولقيته هو نفس الشخص اللي بشبه عليه، فقلت له انا بشبه على حضرتك، مش انت من قرايب عم أيوب؟ رد عليا وقال لي انا شريف وعم أيوب يبقى عمي. مش انت آسر ابن عم عادل اللي ساكنين اخر الشارع؟ رديت عليه وقلت له مظبوط، انا آسر.
نزلت على الأرض وقلت أجيب الكتاب اللي وقع. لقيته كتاب قديم وعليه طلاسم غريبة، وكان شبه كتاب من الكتب اللي كانت موجودة في مكتبة بيتنا. وما كانتش دي الملاحظة الوحيدة، لأني لما فتحت الكتاب لقيت مكتوب جواه اسم شخص، ولما دققت شوية لقيت مكتوب اسم أبويا. رميت الكتاب من إيدي مرعوب. لاحظ شريف الموضوع ده لكن ما استفسرش، ونزل على الأرض وجاب الكتاب وحطه مكانه، وبصلي وقال لي: عن إذنك. من خوفي نسيت أسأل شريف مين اللي رد عليا وبلغني بوفاة عم أيوب في التليفون. نزلت من بيت عم أيوب وقلت هرجع بيتنا وأدور على الكتاب اللي شبه اللي لقيته موجود في مكتبة بيت عم أيوب. ورحت لباب العمارة بتاعتنا آخر الشارع، بصيت يميني وشمالي كالعادة وطلعت جري على بيتنا. وأول ما دخلت البيت نورت كل أنوار الشقة، ودخلت على مكتبة البيت بتاعنا. الكتب متقربة من قلة القراية، ودورت كويس على الكتاب اللي شبه الكتاب اللي شفته عند عم أيوب. ما لقيتهوش للأسف، لكن أنا فاكر إني شفت كتاب شبهه جدا. كلمت أمي في الموبايل كأني بطمنها بوصولي، وسألتها وسط المكالمة لو في كتب تانية كانت موجودة في البيت عندنا، لأني بدور على كتاب قديم شوية ومش لاقيه في المكتبة. قالت لي الحمد لله على السلامة وطمنتني، وقالت لي إن في كتب تانية في الصندرة أبويا كان شايلها من فترة كبيرة، فممكن يكون الكتاب اللي بدور عليه فيهم. قفلت معاها المكالمة على وعد إن أرجع لهم اسكندرية تاني قريب، ورحت الصندرة أدور. فلقيت مجموعة كتب محطوطين في صندوق قديم وعليهم قفل كبير مصدي. ما كانش فيا حيل ولا منادى مع نفسي أدور على مفتاح القفل، فكسرته وفتحت الصندوق، ولقيت مجموعة كتب عليها طلاسم غريبة، والكتاب اللي شبه كتاب عم أيوب موجود فيهم. أخدته وخليته جنبي، وبصيت على باقي الكتب في مجموعة الكتب دي، ولقيت إنها مكتوبة بلغات غريبة وفيها رسومات أغرب. ما اهتمتش لباقي الكتب وقفلت الصندوق، وأخدت الكتاب اللي خرجته واتجهت لصالة بيتنا. بصيت بعيني على المكان اللي كنت هصلي فيه من أيام، وافتكرت الموقف لما المصلية اختفت. هنا كمان الصور وقعت، والإزاز كان مالي المكان، حتى رجلي اتعورت بسببه. قعدت على كرسي في الصالة واتنهدت، وفتحت الكتاب ولقيت مكتوب على أول صفحة من جوه الكتاب: للذكرى إهداء. وكان الإهداء من عم أيوب، ومكتوب عليه الجزء التاني. ولقيت مجموعة كتب عليها طلاسم غريبة، والكتاب اللي شبه كتاب عم أيوب موجود فيهم. أخدته وخليته جنبي، وبصيت على باقي الكتب في مجموعة الكتب دي، ولقيت إنها مكتوبة بلغات غريبة وفيها رسومات أغرب. ما اهتمتش لباقي الكتب وقفلت الصندوق، وأخدت الكتاب اللي خرجته واتجهت لصالة بيتنا. قعدت على كرسي في الصالة واتنهدت، وفتحت الكتاب ولقيت مكتوب على أول صفحة من جوه الكتاب: للذكرى إهداء. وكان الإهداء من عم أيوب، ومكتوب عليه الجزء التاني. وتقريبا الكتاب اللي في مكتبة عم أيوب ده هو الجزء الأول. قلبت فيه شوية وما فهمتش أي حاجة،
لا من المكتوب ولا من الرسومات اللي أغلبها شكل حشرات. فقلت ممكن يكون الجزء اللي معايا ده مرتبط بالجزء اللي موجود في بيت عم أيوب، وبدون تردد قررت أنزل من بيتنا. قلت ألحق أروح أشوف الجزء الأول من الكتاب اللي كان في مكتبة بيت عم أيوب قبل ما العزا يخلص، لكن لقيت الصوان بيتفك والعزا خلص. الوقت مر بسرعة من غير ما أحس. رجعت بيتنا وأنا مش عارف أعمل إيه ولا فاهم حاجة من الكتاب. دخلت على الإنترنت وفتشت بعنوان الكتاب، ولقيت إن أغلب الناس كاتبة إنه كتاب خاص بالسحر والمشعوذين. معقولة أبويا أو عم أيوب يكون ليهم علاقة بالكلام ده؟ كملت بحث ولقيت أكتر من مقال بيطالب بإعدام الكتب دي عشان نتقي شرها، وتنبيهات إننا ما نقراهاش ولا نستخدمها. طيب لو أبويا وعم أيوب ملهمش علاقة بالكتب دي، ليه اسمهم موجود على الكتب؟ ملقيتش أي حاجة خاصة بمحتوى الكتاب ولا أي دلالة على الرسومات، وكل اللي لقيته تنبيهات وإرشادات وظواهر غريبة بتحصل للي قرأ أو هيقرأ كنوع من أنواع التوعية إننا ما نقربش من الكتب دي. أو ممكن يكون كل الحكاوي دي كده عشان بس ما نقراش أو نفك طلاسم الكلام الموجود في الكتب دي. الفضول كان هيقتلني، فقررت أنزل من البيت وأروح لبيت عم أيوب وأعرف الكتاب اللي في مكتبته ده بيتكلم عن إيه، خصوصا لو كان هو الجزء الأول من الكتاب اللي معايا. أول مرة حاول أقهر خوفي. حسيت إن لو ما عملتش كده كل اللي بيحصل لي ده مش هيكون مفهوم، وأنا لازم أفهم. نزلت من بيتنا ووقفت قدام بيت عم أيوب وبصيت للبيت وسمعت السكوت حرفيا. المكان ضلمة، وكلمة مخيف دي قليلة، ده غير إن عم أيوب لسه متوفي فيه. اتأكدت إن مفيش حد من الجيران موجود أو واقف في بلكونة، وإن الأغلب الناس نايمة في الوقت ده. فتحت كشاف الموبايل وفتحت مسجل الصوت في الموبايل، وكأني بوثق آخر يوم في حياتي، وإن أي حد يلاقيني ميت فيسمع التسجيل يعرف إيه اللي قتلني. وما بين الرعب اللي أنا فيه والفضول إن أعرف محتوى الكتاب وإن أبويا له علاقة بكلام السحر ده ولا لأ، كنت باخد القرار بطلوع بيت عم أيوب ببطء شديد. طلعت للبيت وكنت عارف إن هلاقي الباب مقفول. كنت سامع صوت أنفاسي والعرق في وشي مستخبي من جو الخوف اللي أنا فيه. لكن كنت شفت قبل كده فيديو على الإنترنت إزاي تفتح الأبواب لو نسيت مفتاح بابها جوه البيت، وبيت عم أيوب قديم وبابه كان سهل فتحه. ركزت في اللي كنت عايز أعمله ومسكت كشاف الموبايل بإيد، والإيد التانية حاولت أفتح الباب، وفتحت الباب فعلا بسهولة، ودخلت المكان المكتبة على كشاف الموبايل وبصيت على الكتاب وأخدته. ولسه هجري من المكان لقيت قط اسود جوه بيت عم أيوب وبيقرب لي. استنتجت فورا إن ده القط الاسود اللي كنت بشوفه قبل كده، فجريت بسرعة جدا وفي ايدي الكتاب ورزعت الباب ورايا ونزلت على السلالم جري لحد ما وصلت للدور الأرضي. كنت مرعوب من شكل القط الاسود المرة دي، وفكرت ان ممكن حد من الجيران يسمع رزعة الباب ويصحى وتبقى ليلة. اتشنكلت ووقعت على آخر السلم، والموبايل وقع قدامي على وشه، ونور كشاف الموبايل كان لفوق عشان ألمح بعيني وعن قرب اللي ما كنتش أتوقع أبدا يحصل.
اتشنكلت ووقعت على آخر السلم، والموبايل وقع قدامي على وشه، ونور كشاف الموبايل كان لفوق عشان ألمح بعيني وعن قرب اللي ما كنتش أتوقعه أبدا يحصل. لمحت الطيف، لكن المرة دي ثابت في مكانه وواقف بره باب عم أيوب في شارعنا، وكأنه مستنيني. قمت ببطء من على الأرض جوه حوش البيت. حسيت إن هيجيلي سكتة قلبية وقتها، وجسمي حسيته متلج. انت رايح فين؟ سمعت صوت في وداني. انت رايح فين؟ بلعت ريقي ورديت في سري ببطء. انت مين؟ انت اللي قتلت عم ابراهيم وايوب صح؟ سمعت نفس الصوت اللي وسوس لي من شويه. انت بتعمل معايا كده ليه؟ كنت حاسس ان دي اخر لحظات حياتي، وان كل اللي توقعته هيحصل، وهيلاقوني ميت بكره مكاني هنا، واللي هيموتني هو الطيف زي ما موت غيري. غمضت عيني ورددت بعض الآيات في سري، وفتحت عيني مرة تانية ملقتش حد. فضلت ثابت مكاني لشوية، ومسكت الموبايل من على الأرض وجريت بره بيت عم أيوب راجع لبيتنا. وكنت واخد قرار إني هحرق الكتابين أول ما أوصل لبيتنا. وأنا رايح البيت بلعت ريقي وفكرت، ما هو ممكن يكون الطيف اختفى ومستنيني في بيتنا فوق. خليت الجزء الأول معايا وجريت بره شارعنا وأنا مش عارف أعمل إيه. لكن فكرة إن أبويا ممكن يكون له يد في كل اللي بيحصل ده كانت مسيطرة عليا بشكل كبير. بحمد ربنا إني لسه سليم ولسه عايش. يومها ما كنتش عارف أبات فين، وتعبان جدا ومرهق فكريا. كلمت صديقي الدكتور. ألو، إزيك؟ عامل إيه؟ تسمح لي أبات عندك الليلة دي؟ ولأنه عايش لوحده متغرب عن أهله اللي في سوهاج وافق بدون تردد ورحب بيا. ما كنتش قادر أتكلم أو أشرح أي حاجة. استأذنته أنام وبكرة أصحى وأحكي له ليه طلبت منه أبات عنده. هو كمان كان ذوق جدا وما ضغطش عليا عشان يعرف أسباب. بالعكس، ده حاول يساعدني وطلب مني نتعشى سوا. لكن تعبي غلب الجوع كالعادة، وكان لازم ارتاح. تاني يوم صحيت من النوم لكن ما لقيتش الكتاب جنبي. فتشت جنبي كويس ودورت في محيط الأوضة لكن برضه ما لقيتهوش. دورت على صديقي في البيت
لكن هو كمان ما كانش موجود في البيت. قلقت فكلمته على التليفون، لكن ما ردش عليا. فغسلت وشي ونزلت بسرعة على مكان عيادته، وطلعت بسرعة على أمل ألاقيه هناك، مع إنه مش وقت الشغل بتاعه، لأنه متعود يشتغل بالليل مش دلوقت، والساعة كانت لسه 3 الظهر. وفعلا ما لقيتش حد، ولقيت باب العيادة مقفول. تاني يوم صحيت من النوم لكن ما لقيتش الكتاب جنبي. فتشت جنبي كويس ودورت في محيط الأوضة، لكن برضه ما لقيتهوش. دورت على صديقي في البيت، لكن هو كمان ما كانش موجود في البيت. قلقت فكلمته على التليفون، لكن ما ردش عليا. فغسلت وشي ونزلت بسرعة على مكان عيادته، وطلعت بسرعة على أمل ألاقيه هناك، مع إنه مش وقت الشغل بتاعه، لأنه متعود يشتغل بالليل مش دلوقت، والساعة كانت لسه 3 الظهر. وفعلا ما لقيتش حد، ولقيت باب العيادة مقفول. حاولت أكلمه أكتر من مرة على الموبايل لكن ما ردش. ده زود قلقي أكتر. فاستنيته يومها في الشارع تحت مكان العيادة عشان أكون في استقباله، وبالأولى سؤاله ليه مش بيرد عليا، وأسأله برضه عن الكتاب اللي صحيت ما لقيتهوش جنبي. رحت الكشك قريب من مكان العيادة وطلبت من البياع حاجة أكلها، وبعد ما أكلت رجعت تاني لمكاني. وعلى الساعة 4 العصر جه الممرض اللي شغال في العيادة مع الدكتور، واستغرب وجودي قدام العيادة. فطمنته وقلت له أنا مستنيكم تفتحوا عشان عايز الدكتور في حاجة مهمة قوي ومش هتحتمل تأخير. رد عليا بابتسامة وقال لي أهلا بيك في أي وقت، لكن الدكتور مش جاي العيادة النهاردة. هو كلمني وقال إنه مش جاي. استغربته شوية وقلت له وما قالكش حاجة تاني؟ طب انت جاي ليه النهاردة مادام هو مش هيجي؟ رد وقال لي ما انا كل يوم باجي العيادة انضف المكان، واوقات بيقول مش جاي وبيجي يشتغل عادي. يعني هو ممكن يجي؟ طب هو كلمك امتى؟ كلمني من ساعتين كده. بصيت على ساعتي وشكرته، وقلت له ان هعدي عليهم مرة تانية، لكن لو جيت دكتور عرفه اني جيت هنا عشان اشوفه، وخليه يرد على التليفون عشان بكلمه كتير وما بيردش. طمني وقال لي حاضر. سبت مكان العيادة ورحت على بيتنا. قلت الحق اروح في النهار، مش متخيل المكان بالليل، وبقى ضرورة ان اسيب البيت حتمية. لكن مش عارف اجيب الموضوع ده ازاي لاختي ولوالدتي، خصوصا ان ذكريات امي اغلبها تقريبا في البيت هنا. وصلت للبيت وطلعت، واتفاجئت لما لقيت امي واختي في البيت. انتوا جيتوا؟ الحمد لله انكم رجعتوا بالسلامة، لكن ما قلتوليش ليه؟ على الاقل اعمل لكم لقمة. ردت عليا امي باستنكار. ما قلنالكش؟ انا جايه من اسكندريه على ملا وش عشان خاطرك، بتصل بيك من امبارح على الموبايل مش بترد، فقلقت عليك. ثم ايه اللي دهول المكان كده يا آسر؟ ومين اللي خرج الكتب دي كلها من مكانها؟ آسر انت بقالك فتره مش عاجبني حالك، مالك يا حبيبي، فيك ايه؟ رديت عليها والدموع في عينيا، وقلت لها ان عايز احكي لهم كل حاجه.
لكن أنا نفسي مش فاهم اللي بيحصل لي. وبدون تردد هونت عليا وأخدتني في حضنها وبصت لي وقالت لي وقت ما تعوز تحكي أنا موجودة. وقت ما تعوز تحكي أنا موجودة. حضرت الحمام وأخدت دش يمكن أفوق من اللي أنا فيه، ورجعت أوضتي عشان أجيب الكتاب اللي في البيت عندنا. دخلت عليا أمي وسألتني لو كنت لقيت الكتاب اللي بدور عليه من كتب أبويا، وقلت لها لأ، ما لقيتش حاجة. كدبت عشان ما تسألنيش عن الكتاب. فرجعت سألتني على اللي كنت بدور عليه في الكتب، فرديت عليها إني كنت بدور على كتب ليها علاقة بالشغل عندي، خصوصا إن أبويا كان شغال في نفس مجالي تقريبا. اتغدينا مع بعض كلنا، وعلى السفرة أختي فكرتني إن الأجازة بتاعتي من الشغل قربت تخلص ويا ريت لو نخرج سوا. قلت لها إن أنا اللي هكون محتاج للخروجة دي أكيد. استعدينا للخروج، وإحنا نازلين على السلم جالي تليفون من صديق الدكتور، فرديت فورا: أنت فين؟ أنا بدور عليك وجيت لك العيادة ما لقيتكش، ثم فين الكتاب اللي كان جنبي وأنا نايم؟ اعتذر لي في المكالمة إنه ما كانش عارف يرد على التليفون. حتى يومها لغى ميعاد العيادة زي ما الممرض اللي عنده قال فعلا، وقال لي أي كتاب اللي بسأل عليه ده. فرديت عليه بوضوح: الكتاب اللي كان معايا لما جيت لك أبات عندك امبارح. رد عليا: هو ده كتابك؟ أنا افتكرته كتاب من المكتبة عندي، عامة أنا حطيته من الكتب اللي في المكتبة عندي. فطلبت منه يجيبه عشان أعد عليه واخده منه، لكن هو اعتذر وقال لي إنه في طريقه لأسوان يومها عشان رايح في قافلة طبية وهيرجع بعد أسبوع. قلت له إني مش هقدر استنى أسبوع ولازم أخد الكتاب، فطلب مني أصبر ولما يرجع هيبقى يجيبه لحد عندي. قفلت المكالمة وأنا متضايق ومش واخد بالي خالص إني كنت بتكلم قدام أختي. فسألتني: كتاب إيه ده؟ قلت لها ده كتاب عن علم النفس والاجتماع، وده صاحبي دكتور نفسي وكنت هاخد الكتاب منه. آسر، من كلامك في التليفون سمعتك بتقول لصاحبك إنك نسيت الكتاب بتاعك عنده. أيوة، ما أنا كنت واخده من صاحبي دكتور نفسي، وكنت عايز أقابل واحد صاحبي تاني خالص دكتور نفسي برضه عشان أخد رأيه فيه. ردت عليا بهدوء وقالت لي: عامة أغلب كتب علم النفس والاجتماع موجودة على الإنترنت، وممكن تساعدني إن أدور على الكتاب اللي كنت محتاجه، بس هي ما تعودتش إن أكدب عليهم في حاجة. ابتسمت لها باستنكار ورحنا نشرب حاجة على النيل وكملنا خروجتنا. وفي آخر الخروجة قلت لها: انت أختي ومش هقدر أخبي عليكم حاجة، لكن في كذا حاجة بتحصل وأنا مش لاقي ليها تفسير، وأول ما أعرف عنها أي حاجة هاجي أحكي لكم انت وأمي. اطمنت وطلبت مني أمد فترة الأجازة ونسافر مرة تانية لإسكندرية، ووعدتها إني أعمل كده أول ما نرجع للبيت. إيميل طلب مد الأجازة: السادة المديرين، برجاء التكرم بمد أجازتي حيث أنني أعاني من وسافرنا أنا وأمي وأختي مرة تانية. الطيف، عن قصة حقيقية كتبها مفيد منير ورواها محمد مشالي.